يلا يعني على اول قرش لما نزه صاحبي قلت اجيب رنجايه واشتغل عليها. ما فيش لحمه ما فيش فراخ، خليها رنجه. هظبطها واوريها لكم. وحطيت بصلايه وشويه خل وشويه ليمون. يلا هنظبط الرنجايه واوريها لكم في الاخر عامله ازاي. تعالوا كلوا بقى. اديني اهو بقى روقت على نفسي اهو، وعملت البصل اهو. واخدين بالكم؟ قعدت اقول بصل لا عشان ريحه النفس ريحه النفس ريحه النفس، لما اتقطع نفسي. يلا بصوا، احلى بصل، خل وليمون. ما حطيتش ملح عشان الرنجه حادقه، فدي بتبرد. بتعمل ريحه فحفحه وحشه في البق، بس مش مشكله. اهم حاجه بتخفف شويه. ممكن نحط عليها شويه ميه علشان تخف شويه، بتبقى نازل مخلله. بصوا المنظر. بصراحه انا بضعف قدام الاكلات دي، عماله اقول لا لا لا. حاطه بقى ايه؟ حاطه ليمون وخل وزيت وشطه. ليه بقى؟ بتخفها شويه لو هي حادقه. انا بخلي الجلد عشان بحب انا اكل الرنجايه انا اللي فصفصها بنفسي. ممكن اخليها، بس انا بحب الرنجه عامه تبقى كده، عشان لو قعدت ما تدوبش في التحليه اللي انا عاملاها دي. فاهمين؟ بصوا فخمين يا جماعه. بصوا، شايفين الجمال ده والروعه دي؟ قولوا لي الف هنا وشفا. بس جميله. اقول لكم بقى تختاروا الرنجه الدلع ازاي. البطروخ بتاعها بيكون طري حلو، اللي هو الابيض ده. بصوا ما بتبقاش محصوله. انا ما بحبش اللي هو الكافيار اللي هو بيبقى بتقرقش دي، انا بقرف منها. بحب انا الناعمه دي. الناعمه دي تديكي الرنجايه. ليه دايما تقولي ايه؟ الرنجه بعد اوقات بتيجي في واحده محدقه وواحده حلوه. عارفين ليه؟ لان الحدقه اللي هي الكافيار بتاعها خشن، انما الدلعه وملحها مظبوط اللي هي دي. واللي هي اللي فيها كافيار اللي هي البطارخ، اعرفوا كده انها ذكر، انما دي نتايه. لان في الرنجه السمك هو اللي بيولد الرجاله. الرجاله بتبيض عقبال ما يبيضوا بجد. واخدين بالكم؟ ادي بقى اهي معلومه حلوه وصريحه ومتينه، يعني فاهمين؟ والله العظيم. بصوا الواحد بقى مش عارف ياكل ايه. قلنا لحمه مفيش، فراخ مفيش. انا كنت جايبه رنجه وجايبه فسيخ، ويمكن انا صورته لكم ونزلته على القناه. تمام؟ ازاي بتخلي الفسيخ، ووريتك الرنجه. بس انا المره دي هجيب وجايبها لك وهي انا بقى منضفاها كده، مش خليها زي المره اللي فاتت. بس انا ايه جايباها كده صحيحه علشان انا هاكلها صحيحه. واخدين لي بالكم؟ وبعدين انا معوماها كده، ولا باش ولا بعمل، لان الشوي اساسا معلومه الشوي بيخليها حادقه وبتزفر ريحه البيت وبتبقى طعمها زفر. انما كده باكلها خلاص، هي اساسا مستويه على البخار. هتسوي فيها ايه؟ في خنتوني يا بناتي يا حلوين يا متابعين يا امامير. ويلا بقى عشان اكل بقى. استنوا بقى اما اخد حته اغزكم بيها. يا لهوي يا لهوي. عيش بلدي بقى ودي. بس كده. انا ما بعتش جبت بصل اخضر، لاني انا فوجئت ان انا عندي رنجايه في قلب الفريزر. طلعتها قلت اعمل اكل، قلت لسه هطبخ واعمل، خليها رنجه. يلا قولوا لي الف هنا وشفا عليكي. يلا بحبكم يا بنات، بحبكم يا متابعين.